انهيار سفاح التجمع الخامس وسقوطه داخل قفص الاتهام بعد سماعه مرافعة النيابة العامة في اتهامه بقتل 3 سيدات وممارسة العلاقة المحرمة معهم بعد الوفاة. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الساعات اللي فاتت كانت مرافعة النيابة العامة في قضية سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 فتيات وممارسة العلاقة المحرمة معهم بعد ما توفوا إلى رحمة الله. النيابة العامة قالت إن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الدين والنفس، وإن المجتمع يناشد المحكمة أن تضرب بيد من حديد على رقاب الضالين والفاسقين وأن تقتص لنا وللمجتمع. وقالت كمان إن المتهم ارتقى لمرتبة الشياطين بل تفوق عليهم وارتكب الموبقات فقتل وزنى إرضاء لشهواته. ووصفت النيابة العامة المتهم بأنه وحش يتغذى على عذاب الآخرين. وكمان قالت النيابة العامة إن المتهم جامع جثث الضحايا غير مهتم